بتعمل نفسها تعبانه وبتموت، واول ما الدكتور بينزل الجاكيت بتاعها بيلاقي في اصابات كتير في جسمها، والدكتور بيخلي جوزها يخرج عشان يعالجها، وبعد ما بيخرج بيطلع انها حاطه حبوب شوكولاته، وبتعمل كده عشان تقابل حبيبها الدكتور، وبيقعد بره بيكون زعلان على مراته بس ما يعرفش انها كدابه. وفجاه بيلاقي الست وهي بتنضف الزباله بتلاقي حبوب شوكولاته كتير، وبيستغرب وبيلاقي صورتها وبيقول لها دي شبه الحبوب اللي عند مراتي، وبتقول له حبوب ايه دي شوكولاته، وبتقول له انا بشوف مراتك كل يوم هنا مع الدكتور جاك بتيجي كتير وبتقعد معاه. ساعتها بيعرف الحقيقه كلها وبيعرف ان مراته جابته هنا عشان تقعد مع الدكتور، فبيجي له فكره وبيدخل الدكتور وبيقول له الحقني انا اتصبت انا كمان وطلع عندي نفس المرض، وبتتفاجئ لما بتشوف على كتفه شوكولاته اللي هي حاطه منها، وبيعرفوا انه عارف كل حاجه وبيغني عليهم، وبيقول له اقعد وانا هعالجك، ولما بيخرجوا بتقول له هو عارف، وبيقول لها ما تقلقيش انا اديله حقنه منوم، بعد كده نروح على البيت وناخد الفلوس ونهرب انا وانتي. ولما بيروح يديله الحقنه بيقول له انت فاكر ان انا مش عارف، وبيكون مخلي الممرضه تصورهم وهم بيحضنوا بعض، وبيقول له انا اعرف اخد حقي منك ازاي ويطلعها، وبيبلغ البوليس على الدكتور وبيقول له عايزك تتمتع باخر كام دقيقه عشان البوليس زمانه جاي وهيقبض عليك. لو عجبك تصرفه دوس لايك.